السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سنة تانية، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور حسن حمدي، فيديو جديد من كورس نرسونا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو النهاردة مع مادة التمريض الباطني الجراحي، الفيديو الثاني. أول حاجة إن شاء الله تبع الفصل الأولاني هناخد الكومبليمنتري والالترناتيف ثيرابي، العلاج البديل التكميلي. تمام؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزنا نخرج ايه من الدرس ده؟ درس بسيط جدا، 3 صفحات، يعني هو اصلا عدله صفحة ونص. طيب، قال لي learning objectives، عايزك تخرج بايه؟ قال لي at the end of this lesson the students will be able to، هيكونوا قادرين على ايه؟ دي الاسئلة اللي انت هتتسأل فيها، ركز. اول حاجة توصف لي الكاتيجوريز. تمام؟ توصف لي الايه؟ الكاتيجوريز. ثانية واحدة هتفهم ده كله كمان شوية. تمام؟ هتوصف لي الايه؟ الكاتيجوريز. طيب، الفئات والخانات اللي احنا هنتكلم فيها كمان شوية. تاني حاجة دور الممرضة أو الممرض في المتعلق بالكومبليمنتري والالترناتيف ثيرابي، وكذلك الوايز، الطرق اللي ممكن نستخدمها في العلاج ايه؟ البديلي أو التكميلي. طيب، أول حاجة، طب ايه هو أصلا العلاج البديلي أو التكميلي؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي complementary and alternative therapy، اللي هو اختصاره كات، complementary and alternative الايه والثيرابي تي. مجموعة من أول حاجة المنتجات products والpractices، الممارسات وكذلك الأنظمة بتاعة الرعاية الصحية والطبية diverse، متعددة. مجموعة من الأنظمة والممارسات والمنتجات الطبية، تمام، قال لي والصحية متنوعة. مالها بقى؟ قال لي مش ليها علاقة بالطب التقليدي. الطب التقليدي اللي انت معتمد على ايه؟ تروح لدكتور يشخصك، يديك علاج دوائي، يديك جراحة، الحاجات دي كلها. ايه اللي يحصل هنا؟ قال لا، هنا ده هو مختلف، هو تكميلي، حاجة زيادة، حاجة كمالية. زي ما احنا بنقول في حاجة عندك أساسيات وكماليات، دي كمالي، ده بديل. تمام جدا، يعني مش حاجة انت تعتمد عليها في الايه، في العلاج. فبيقول لي أول حاجة عندنا في الناشونال سنتر فور كومبليمنتري اند الترناتيف ميديسين، المركز القومي للعلاج الطب التكميلي والبديل. قال لي ايه اللي حصل؟ حط لي كاتيجوريز، حط لي فئات للعلاج دي. فاول فئه معانا اول حاجه ناشونال برودكتس، المنتجات الطبيعيه. تاني فئه معانا المايند بودي ميديسين، الطب اللي له علاقه بايه؟ بيربط العقل بالايه، بالجسم. وكذلك الممارسات او المانيبيوليتيف، يعني حاجه فيها تلعب او ممارسه او علاج باليد او في حركه. والبودي بيز براكتسز، يبقى علاج فيه حركه، وهنا علاج فيه تامل، فيه تفكير، استخدام العقل. وهنا فيه ادويه او منتجات طبيعيه. فاول حاجه الديسكريبشن، يعني زي ايه، عباره عن ايه، والاكزامبلز اللي ايه، المثال اللي عليها. فبيقول لي المنتجات الطبيعيه اول حاجه هي practices، ممارسات that use substances، تستخدم مواد found in nature، موجودة في الطبيعة أو ممكن نستخلصها. for their impact، يعني إيه؟ لتأثيرها. يبقى بنستخدمها for من أجل their impact، أثرها على الصحة والعافية and wellness. طب زي إيه المواد ديت؟ قال لي الهيربال ثيرابي، العلاج بالأعشاب، هيربال يعني أعشاب. dietary supplements، يعني إيه؟ المكملات الغذائية. والفيتامينز، الفيتامينات. والمينرالز، المعادن، جميل جدا. والبروبيوتيك، يعني ايه بايوتيك؟ يعني حاجة حيوية. طب البرو معزز حيوي، يبقى ترجمتها المعزز الحيوي، جميل جدا. بتبقى عبارة عن ايه؟ قال عبارة عن بكتيريا نافعة بتظبط عندنا مستوى في الأمعاء أو القولون ما بين البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة. طب والأروما ثيرابي، قال لي العلاج بالروائح، اللي هو بيربط لك في روائح كده بتحفز بعض المناطق في الدماغ، فبيربط لك الشم، وكذلك ايه ببعض المناطق المحفزة للدماغ. فدي كلها أمثلة. طيب، عندنا ايه تاني؟ عندي المايند بودي ايه ميديسين، اللي له علاقة بالايه؟ قال لي تكنيكس enhance mind's ability، قدرة العقل to affect the physical body، ان انا استخدم العقل ان هو يأثر لي على ايه؟ على حالة الجسم. زي ايه؟ زي المديتيشن، التأمل. زي اليوجا، زي الاكيوبانكتشر. يعني ايه الاكيوبانكتشر؟
يعني الوغز بالإبر الصينية اللي انتوا تعرفوا اسمعوا عنه شبه الحجامة كده، يعني هو بيوازي أثر الحجام. واخدين بالكم الفايدة؟ تمام تمام جدا. والريلاكسيشن بريثنج يبقى التنفس الاسترخاء. والجايدد ايميجري، الجايدد ايميجري هو جايب لك التصوير الموجه. يعني زي ايه؟ قال لك من ضمن الامثله لو بحثت هتلاقيها. قال لي مريض سرطان، بروح جاي قايل له ايه؟ تخيل ان انت دلوقتي في عندك جيش من الكرات الدم البيضاء اللي بتهاجم لك السرطان وتدمره. طب لو انت عندك برد، اتخيل ان انت الخلايا جوه جسمك بتعمل كذا وكذا وكذا فدمرت الايه؟ الانفلونزا. تاخد بالك لو انت عندك انفلونزا، عندك مرض مش عارف ايه، عنده واحد عنده كذا، فيتخيل بعض الحاجات الممنهجة اللي علتها ايه؟ تساعده في تهيئة جسمه من جوه. طيب والهيبنوثيرابي هو العلاج الايه؟ العلاج بالتنويم المغناطيسي. وكذلك البراير للصلاة، والجورنالينج التدوين، انت تكتب تدون تفرغ اللي عندك. والارت ثيرابي، والارت ايه؟ ثيرابي العلاج بالفن. طبعا احنا الحاجات الدينية في بعض الحاجات اللي هنا مش كل حاجة هنا صح، تمام، لان اليوجا برضو ليها حاجات بالايه؟ بالهندوسية والحاجات دي كلها. فاحنا لو هناخد منهم هناخد المديتيشن التأمل، عندنا انت التأمل مطالبين بيه. عندنا الاكيوبانكتشر الوغز بالإبر الصينية بيوازي الحجامة، تمام. عندنا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، البرير أهم حاجة طبعا. وعندنا الجورنالينج التدوين. طيب صلوا على النبي يا جماعة. عندنا المانيبيوليتيف والبودي بيزد براكتسز، هي practices that based on manipulation، لها علاقة بالممارسة والموفمنت والحركة or more parts of the body، لها علاقة بالممارسة والحركة لجزء أو أكتر من إيه؟ من جسم الإنسان. زي الإيه؟ زي المساج. وإيه تاني؟ قال لي واليوجا. إيه ده؟ هو في هنا يوجا وفي هنا يوجا؟ قال لي نعم، في هنا يوجا وفي هنا يوجا. في يوجا بيبقى في وضع الاسترخاء فيها مجرد قاعد، في يوجا فيها وضعيات وتغيير الحركة، فهنا ديت وهنا ديت. تمام تمام يا شباب. قال لي كذلك nurses can use complementary and alternative therapies، ممكن يستخدموا العلاجات التكميلية والبديلة. if you have the training، لو انت عندك تدريب، experience التجربة او الخبرة، you can use the following. دي بعض الايه؟ الحاجات المصطلحات الشباب اللي لها علاقة بالدرس، زي acue pressure الضغط بالإبر، الانيمال assisted therapy مساعدة الحيوانات، الاروما ثيرابي عندنا العلاج بالروائح، تمام، والزيوت العطرية. عندنا الهيلينج تاتش اللمسة الشفائية اللي هو بيحفز لك بعض الحاجات اللي لها علاقة بالفيزيكال ومنتال وحاجات ايموشنال باللمسات، تمام، يعني علاج بالطاقة يعني. الهيومر اللي هو الفكاهة. وعندنا الايميجري اللي هو الخيال. وكذلك الجوردوين مساج مديتيشن ميوزك براير. ريكي برضو للعلاج بالطاقة يا شباب، ريكي دي العلاج ايه؟ بالطاقة. ريكي ري يعني كون، وكي يعني طاقة، فطاقة الكون. فسيبكم من الكلام ده كله، ولكن اعرفوا علم بالعلم. ريلاكسيشن بريثنج التنفس الاسترخاء. وعندنا ثيرابيوتيك تاتش برضو نفس الموضوع. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لدرس النهاردة، ودرس لطيف جدا سهل جدا، يعني حاجة يعني ايه؟ تستاهل دعاكم يعني بصراحة. دعواتكم لنا كده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نختمها كده. الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ده فيديو من كورس النرسونة. قبل ما تخرج من الفيديو صلي على النبي كمان مرة، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك وتشارك الفيديو مع زمايلك وحبايبك عشان يستفادوا، والتعليق الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.